كتير كتير قوي بيتقال ان انا عندي عياده في مكان كويس جدا، عندي معدات محترمه جدا جدا جدا، عندي خبره كبيره، عندي اراء كتير من العملاء بتوعي بيشهدوا لي ان انا كويس، ومع ذلك انا ما حدش بيجي لي. طب ليه يا ابراهيم ما حدش بيجي لي؟ ليه يا ابراهيم لما بعمل عرض العرض ده ما بيسمعش؟ ليه يا ابراهيم لما بفتح العياده بتاعتي بتبقى بتهوي مفيش اي حد بيجي لي؟ يا جماعه طالما حضرتك اسمك مش معروف يبقى حضرتك مش موجود. بمنتهى البساطه هات لي اعلى معدات طبيه موجوده في العالم، هات لي افضل لوكيشن لعياده ممكن يكون موجود في العالم، هات لي افضل خبره لدكتور موجوده في الدنيا، كل دول موجودين ومفيش جنبيهم اسم مشهور، يبقى كل الحاجات ديت ملهاش لازمه. الاسم المشهور مهم جدا. ليه؟ لأن الناس بتروح تشتري الاسم ثم الخبرة، الناس بتروح للمشهور ثم بتدور على الكفاءة. فلو حضرتك اسمك مش معروف ومش عامل له تسويق كويس وبيرسونال براندنج محترمه، يبقى حضرتك ما عندكش الكفاءه اللي تستحق ده. ممكن يكون على ارض الواقع انا عندي الكفاءه دي يا ابراهيم، ولكن الناس ما تعرفش ده. فتعالوا نخلي الناس تعرف ان احنا عندنا الكفاءه ديت علشان خاطر الناس تجيب.